الفيلم بيبدأ ببنت صغيرة اسمها إيلان، وهي ماشية بتتجول في الغابة، ومعاها مخلوق غريب كده شبه الكائنات الأسطورية. بعد شوية بتطير هي وأصحابها حوالين السوق، وبيفضلوا يلعبوا شوية، وبعد كده بنعرف إن البنت دي في الحقيقة أميرة، اسمها الأميرة إيلان. واحد من الحراس شافها وهي جاية من بعيد، فصرخ وقال للجنود يفتحوا البوابة علشان الأميرة تعدي. أصحابها حبوا يجوا معاها القصر علشان النهاردة عيد ميلادها ال15، وكان المفروض تعمل حفلة، بس إيلين رفضت وقالت لهم إنها عايزة تقضي اليوم ده مع أبوها وأمها لوحدها. ولما وصلت عند بوابة القصر طلع الوزير وقابلها وقال لها إن الملك والملكة طالبين يشوفوها فوراً. إيلين بدأت تفكر في عذر كويس تقوله لهم علشان تبرر غيابها عن القصر، لكنها اتفاجأت لما شافتهم، لأن أبوها وأمها مش بشريين دلوقتي، بقوا وحوش. الحقيقة إنهم ما كانوش كده زمان، كانوا بشر عاديين بيحكموا المملكة بالعدل. لكن من سنة لما راحوا رحلة في الغابة نزل عليهم ظلام غامض ولعنهم وحولهم لوحوش، ومحدش في المملكة يعرف كده غير إيلين والعمال اللي في القصر. من ساعتها وحياة الأميرة بقت صعبة جدا، لأن كل مسؤوليات الحكم وقعت على كتفها الصغيرة. بتمضي الأوراق وتراجع الجنود وتحكم في القوانين، كل حاجة كانت المفروض أهلها يعملوها هي اللي بقت تعملها. مش بس كده، دي كمان بتعتني بأهلها الوحوش بنفسها، بتأكلهم، تنظفهم، تغسلهم، وما بتنامش كويس من كتر التعب، وبتنظف كمان الفوضى اللي بيعملوها في القصر. الناس والجنود بقوا متضايقين جدا، لأنهم بقالهم سنة ما شافوش الملك والملكة، فبدأوا يتجمعوا على بوابة القصر وبيطالبوا يشوفوهم. الوزراء بولار ونزار قالوا لإيلين إنهم مش هيقدروا يفضلوا يضحكوا على الناس أكتر من كده، لأنهم خلاص استنفدوا كل الأعذار. لكن إيلين كانت لسه محتاجة وقت علشان تلاقي طريقة تفك اللعنة عن أهلها. الوزراء قالوا لها إن الوضع مش هينفع يستمر، بقالها سنة بتحاول ومفيش نتيجة. البنت راحت أوضتها ووقعت على السرير وصرخت من القهر، لكن بعدها فرحت لما رجع ساعي البريد الملكي اللي كان رايح يوصل رسالة للأوراكل بتاع الشمس والقمر. الأوراكل ده حكيم بيعيش في غابة الظلام الأبدي، وساعي البريد بعت له 8 عصافير علشان يوصلوا الرسالة بأمان، لكن 7 منهم اتجمدوا وبقوا حجر لأنهم أكلوا من ثمار اسمها توت التحجر، وعصفور واحد بس هو اللي وصل ورجع بالرد. الرد كان مكتوب في ورقة صغيرة، مكتوب فيها إنه لازم تحط شوية مية على الورقة. لما عملت كده ظهر الأوراكل بتاع الشمس والقمر قدامها، قالوا لها إنهم عايزين يساعدوها،